يا أهلا وسهلا، ازيكم؟ أنا مروة ودي قناتي. وإن شاء الله النهاردة هتكلم معاكم في موضوع بيهمنا كلنا. ازاي بيتك يبقى نظيف طول الوقت ومش حاسة ان بيتك محتاج مجهود منك طول اليوم. تعالى اقولك بقى على شوية خطوات كده هيفرقوا معاكي جدا. هتفرق معاكي وهتخلي بيتك دايما نظيف، حتى لو في شوية كركبة مش هياخدوا 5 دقايق منك عشان يتلموا. أول حاجة لازم تعمليها، لو معاكي ولاد في البيت لازم تعلميهم من وهم صغيرين يكونوا مسؤولين. اللي مسؤول عن الأوضة، اللي مسؤول عن سريره، اللي مسؤول عن دولابه. ما ينفعش ولادك يكبروا يبقوا مهملين، ملهمش علاقة بالبيت، ملهمش علاقة بالنظافة. لما يكبروا هيعتبروه حق مكتسب ومش هيساعدوكي في حاجة. أعلم ولادي سواء بنت سواء ولد، لازم تقوموا من نومكم توضبوا سرايركم، ده أقل حاجة تعملوها. هتيجي واحدة تسألني، هو لو ولد كمان يروق سريره؟ أيوة، لو ولد يروق سريره، لو ولد يتعلم يعلق هدومه ودايما تبقى مرتبة في أماكنها. لو ولد ينظم الكتب والكشاكيل بتوعه، ما يجيش يرمي شنطته على باب الشقة ويطلع يجري. الولد في النظافة زي البنت بل أكتر. علمي ولادك النظافة. مفيش حاجة اسمها أنا ولادي طول اليوم قاعدين على الموبايل أسحب الموبايل منهم. ده أنا ولادي غاويين مسلسلات وأفلام، أقفل التلفزيون. ابتدي أعاقب لو مفيش حد هيساعد، ولو مفيش حد هيقوم بواجبه في البيت ابتدي أعاقب. وابتدي اخد التليفون وادي الموبايل بمواعيد معينة. ما سيبش التليفون طول اليوم في ايد ولادي. ده هيخسرهم تركيزهم، هيخسرهم ان هم مش هيساعدوني في البيت وهيبتدوا يبقوا مهملين، وهيعتبروا ان عادي ان ده مش من حقهم ان هم يشتغلوا في البيت. انت المسؤولة عن كل حاجة. الخطوة الأولى دي من أهم الخطوات اللي هتفرق معاكي. علمي ولادك النظافة عشان لما يكبروا يعتمدوا على نفسهم ويدعولك يقولوا كل ده بفضل ربنا ثم ماما اللي كانت معلمانا ازاي نروق، ازاي نعمل البيت، ازاي نخلص المطبخ. هيتعلموا كل حاجة منك انتي الواجهة بتاعتهم. لكن طبعا في امهات دايما بتعتمد على تكبير دماغها، تقول لك انا لسه هقول لهم قوموا روقوا، ده انا اكون خلصت الاوضه، انا لسه هقول لهم قوموا اشتغلوا شويه في البيت، قوموا شيلوا هدومكم، ده بالنسبه لي تعب. هي بتريح دماغها دلوقتي عشان تتعب بعدين، هتدفع الثمن ده غالي، صحتها اللي هتروح بدري. عيالها اللي بعد كده اما تيجي تتكلم مع حد فيهم على ان اوضته مقلوبه هيقول لها ما انت اللي بتعملي، ما هو هيبقى حق مكتسب، فتبقي انت ظلمتيهم وظلمتي نفسك. لكن في الاساس الموضوع سهل. كل واحد يشتغل في البيت الحاجه اللي يقدر يعملها، كل واحد يساعد نفسه بنفسه. مفيش حد ضامن لا العمر ولا الصحه. علميهم، انت اللي كسبانه في النهايه. علميهم يروقهم، علميهم يساعدهم حتى بأبسط إمكانياتهم. لو بنتي صغيرة واحدة تيجي تقولي ده أنا بنتي لسه في 5 ابتدائي، ده أنا بنتي لسه في رابعة، علميها، خليها إيدها بإيدك، هتتعلم وهتتعود. ما تقلقيش، هو مش في يوم وليلة هتعرف، بس مع الوقت هتعرف كل حاجة. في حاجة مهمة برضو لازم انتي اللي تاخدي قرارها، لأنها حاجة خاصة بيكي. ما تتوقعيش ان ولادك لما هيشتغلوا في الأوضة بتاعتهم او هيساعدوكي في البيت ان هيعملوا زي ما انت بتعملي. طبعا ده هم لسه بادئين ولسه بيتعلموا، فده طبيعي ان مش هتاخدي منهم الترتيب اللي انت حباه ولا النظافة اللي انت حباها، لكن هيتعلموا. فانت لازم تتغاضي عن الحتة دي وتغمضي عينك عنها. ما تدوريش على الكمال، مفيش كمال وانا بعلم ابني، مفيش كمال وانا بدرب بنتي. لازم تصبري عليهم، ولازم تطولي بالك شوية، ولازم تغمضي عينك عن حاجات كتير. لكن مجرد ان هم بيساعدوا دي نقلة. مجرد ان هم بيساعدوكي وايدهم بايدك ده بيريحك نفسيا. مع الوقت هتشوفي بنفسك نتيجة ده، وبعد كده هيعملوا زي ما انت بتعملي بالظبط، والشغل اللي هيعملوه هيبقى نفس طريقتك ونفس نظامك في البيت، لكن بالتدريج. ما تستعجليش عليهم، هم مهما كانوا لسه بيتعلموا، فما تشديش عليهم قوي.
ارخي الحبل شوية ومشي الدنيا معاهم. ما تقوليش لأ انا السرير كده طريقته مش طريقتي فانا هشلك كل حاجة تعمليها من اول وجديد، لأ، مشي الدنيا معاهم شوية. اما عن تاني خطوة هتفرق معاكي في التنظيف، انك تقسمي شغلك، لا تيجي على نفسك وعلى صحتك ولا تيجي على بيتك. هتعملي لنفسك جدول كل يوم تبقي ملزمة بيه، تعرفي هتبتدي منين اول ما تقومي من النوم وهتنتهي بايه. هتعملي لنفسك نظام، النظام ده مفيش حاجة تخترقه، عشان ده الحاجة اللي مع المستقبل هتريحك، ومع الوقت هتحسسك ان بيتك ماشي بنظامك انتي. لو النهاردة مثلا تلاجتك اتلقيتيها مقلوبة واخدتي القرار ان انتي بكرة هتنضفي التلاجة، طب التلاجة هتاخد مني وقت قد ايه؟ لا، التلاجة دي هتاخد مني مثلا نص ساعة. لا، انا صحتي التلاجة دي تاخد معايا ساعة، هتاخد معاكي نص ساعة، ساعة حسب قدرتك. هنظم يومي، هخلص التلاجة. انا بحس ان انا ما بقدرش اعمل حاجات كتير في اليوم. طب ايه الاولويات؟ ان اعمل اكل لولادي، يبقى التلاجة هخلصها وهشتغل في اكل ولادي، دول الاولويات. طب انا مش هقدر اعمل حاجة تانية غير ان انا مثلا انشر شوية غسيل لولادي وخلاص على كده. جميل، تمام. مش على قد صحتك، مش انتي بس ده اللي هتقدري تعمليه النهاردة، ده حلو قوي وجميل. انظم بقى واعمل جدول تاني لبكرة لتاني يوم، اشوف بيتي محتاج ايه ابتدي منه. انا محتاجة انظم دولابي تاني يوم، واعمل اولويات تانية زي اكل ولادي. الحاجات الاساسية اللي ما ينفعش تتأجل، الا لو كان مثلا جوزي هيساعدني في انه هيجيب اكل جاهز، فده نعمة، وده هيفرق معاكي طبعا لو انت شغالة في البيت النهاردة او في اي يوم كان. طب جوزي مش هيجيب لي اكل جاهز، جوزي مثلا معتمد عليا واحنا ماشيين بنظام وبمصاريف، يبقى انا هعمل ايه؟ الحاجة اللي همسكها النهاردة هخلصها. ممكن امسك دولاب مطبخ النهاردة جزء منه خلصه، بس الاولويات اجي عليها. يعني انا علشان هعمل دولاب المطبخ النهارده هخلصه، فما اعملش اكل لجوزي ولا لولادي؟ لا، ما ينفعش. الاولويات لازم تعمليها. اضيف معاهم بقى الحاجات الخاصة بشغل البيت. انا النهاردة هنظف الأوضة بتاعتي، النهاردة هنظف البلكونة، هعرف انا هعمل ايه وهمشي بجدول. الجدول ده هيريحك انتي. وخلي بالي ان صحتي ما ينفعش اجي عليها واتعافى على صحتي وعلى نفسي، لان الصحة ما بتتعوضش. لكن افتكر ان في حاجات في الروتين اليومي لو انا عملتها هتفرق في نفسيتي وهتفرق في شكل بيتي. زي ايه يا مروة؟ زي ان اقوم من نومي ارتب سريري. انا عن نفسي كده لازم اقوم من النوم ارتب سريري، ده بيحسسني بالراحة وبالهدوء وان البيت مرتب. مجرد ترتبي سريرك انت هترتاحي. هدخل بقى على بقية بيتي، الركنة بتاعتي عايزة تترتب مش هتاخد مني 5 دقايق، السفرة بتاعتي عايزة تترتب مش هتاخد مني 5 ولا 10 دقايق. دي حاجات أساسية، خليها يوميا في تفكيرك وخليها يوميا في روتينك. المكنسة، لما اجيب المكنسة امشي على البيت كله، مش هخلي تراب في الارض. انا خلاص ارتحت من جزء التراب ومن منظر الحاجات المرمية في الأرض، سواء بقى فرفتة عيش، سواء حاجات صغيرة واقعة على السجاد. سجادك هيبقى نظيف طول اليوم. بسبب ايه؟ 5 دقايق مشيتي بالمكنسة على سجاد البيت كله. فدي من الحاجات الأساسية اللي خليها روتين ليكي. دي حاجات ما ينفعش ان انت تتغاضي عنها. اما عن تالت حاجة انا نفسي بقى اتبعتها وحسيت ان هي ممتعة وبجد لذيذة، واللي هيجربها هيحس بمتعة. حاولي تعملي لنفسك توقيت في تنظيف اي مكان. يعني ايه؟ يعني انا الأوضة بتاعتي دي هظبط المنبه او هظبط موبايلي على وقت معين. انا الأوضة هخلصها في 10 دقايق. هتعملي تحدي مع نفسك وهتظبطي التليفون بعد ال10 دقايق، هينبهك ان ال10 دقايق خلصوا. شوفي انت في ال10 دقايق دول قدرتي تخلصي الأوضة، قدرتي تخلصي المكان اللي انت ظبطتي عليه التوقيت وهتخلصيه في التوقيت ده. اعملي لنفسك تحدي واعتبريها لعبة تساعدك وتشجعك وتحسسك بهمة وبنشاط، ومش هتندمي على فكرة. دي حاجة هتسعدك جدا وجربيها بنفسك. اما رابع خطوة
وبرضو دي هتفرق معاكي جدا لو جربتيها. وانت بتشتغلي ما تشتغليش في بيتك وانت متضايقة وانت متأففة وانت مخنوقة، لا. افتح لنفسي حاجة بحب اسمعها. بحب اسمع قارئ معين اشغله على تليفوني وانا شغالة في البيت، استمتع واحس نفسي ريلاكس وهادية، واحس نفسي مفيش حاجة ضغطاني. بحب اسمع مسلسل اشغله على التليفون وانا شغالة في البيت، تحس الوقت جرى. لو بتحبي تسمعي قصص شغلي التليفون واسمعي قصص وانت شغالة في بيتك. لو بتحبي تسمعي برامج مفيدة عن التغذية، عن الذكاء، عن الرياضة، شوفي انت بتحبي تسمعي ايه وشغلي اي حاجة بتفضليها واسمعي. ما تضيعيش يومك على الفاضي. تخيلي ان انتي شغالة في بيتك وعايزة تخلصيه وعايزة تنظفي البيت وتخليه شكله وريحته جميلة، وفي نفس الوقت بتثقفي نفسك وبتسمعي حاجة بتروقلك أعصابك وبتسمعي حاجة بتفيدك وبتغير تفكيرك. تبقى انت كده ماشية صح، وانت بجد مش هتحسي ساعتها ان البيت عبء عليكي، انت هتحسي ان الدنيا سهلة وبسيطة. اما عن خامس حاجة، لو انت محتاجة حد يساعدك في تنظيف بيتك، خدي القرار فورا وما تتردديش. مش عيب ابدا ولا حرام انك تكوني مش قادرة على شغل بيتك، وان شغل البيت فوق قدرتك وفوق طاقتك، ده مش عيب. لو بتستعيني بشركة مفيش مشكلة، لو بتجيبي واحدة تساعدك في البيت وايدها بايدك، دي حاجة ولا تقلل منك ولا تقلل من شطارتك ولا تقلل من مجهودك. لو عايزة أي جهاز يساعدك في البيت هاتيه، لو محتاجة غسالة أطباق هاتيها، لو محتاجة غسالة فول أوتوماتيك هاتيها، واوعي حد يحسسك إن انتي آلة. والهنا أكون خلصت وأشوفكوا على خير. ما تنسوش لايك واشتراك وسيبولي تعليق. سلام.